جاي من مصر ام الدنيا عشان اشرب الشوربه بتاعتك يا عمو. ها ماشي، جايب كل بص الشعب كل ده جايين كده عشان ايه؟ الصين ومصر ايد واحده يا رجاله في الشوربه هنا. ايوه بقى يا وديع، الله اكبر. تخيلوا لما واحد ما كانش حد يعرفه دلوقتي بقى الناس في مصر مخصوصه جايه عشان خاطر تشرب عنده شوربه الفراخ الاولى في كوكب الصين العظيم. بص المنظر، بص الكاميرات هنا عامله ازاي عشان الراجل ده والله العظيم مثال يرزق من يشاء بغير حساب. من اسبوع ما كانش واحد في العالم يعرفه، دلوقتي كل الناس بتتمنى تيجي تشرب شوربته التاريخيه المكوكيه الاستراتيجيه. والشهر ليه؟ قال لك انا شوربتي بتجيب اسهال، انا شوربتي اوحش شوربه في العالم. الناس بقت تجي له اكتر، قال لك انا عايز اقفل يا رجاله، مش عايز ان انا مش عايز ابيع شوربه لاي حد. الحكومه الصينيه بعتت له تقول له انا عايزاك انك انت تفتح المحل بتاعك وتكمل عشان الشعب الصيني كله، الشعب الصيني العظيم كله محتاج الشوربه بتاعتك. شايفين يا جماعه هنا؟ قلت لهم شرطت عليهم ان عشان اكل الفرخه من عنده لازم تتذبح حلال، لازم يقطعها صح واكل حلال 100% ويسمي عليها قبل ما يذبحها عشان خاطر تبقى فرخه مختلفه عن بقيه الفراخ اللي الصينيين بياكلوها. فالفرخه بتاعتنا دي حلال 100% مذبوحه على الشريعه الاسلاميه ومتسمي عليها قبل ما نذبحها. طعم الفراخ البتاعه دي اسطوريه يا رجاله، حلوه جدا 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 جدا. هاو 100 رائع. شوربه فراخ 100 يا رجاله، اجمد شوربه فيك يا ياسين. شوربه فراخ 100 شوربه فراخ 100. ايوه بقى يا وديع اديني. بعد يعني طياره وبعدين قطر وبعدين قطر سريع وبعدين تاكسي مع الراجل ده. السلام عليكم. سلام. نروح ناكل الشوربه. وصلنا للمكان اللي هو بصوا مفيش من يومين ثلاثه ما كانش في بني ادم في الدنيا يعرف المكان ده. Very famous now. Yes, very famous. شايفين؟ All the cars are for this chicken soup. ناس من جميع انحاء الصين بتيجي بالطيارات بالموتوسيكلات بالصواريخ بالعربيات بالقطور عشان خاطر تاكل الشوربه رقم واحد في كوكب الصين العظيم. الشوربه بتاعت الراجل ده بيقول لك انا بقى بجيب اسهال، انا الشوربه بتاعتي ايه دلوقتي 100. ايوه قال لك والله العظيم شوربتي بتجيب اسهال، شوربتي مش حلوه، شوربتي وحشه جدا، شوربتي مش بص هتوجع لك بطنك. الناس جت له اكتر، قال لك طب انا عايز اقفل. الحكومه قالت له والله العظيم لا تكمل فتح لان الشعب الصيني كله محتاج انك انت يشرب الشوربه بتاعتك العظيمه الجامده. يا عم شوربتي وحشه يا عم، مش عايز، انا عايز ارتاح، عندي 61 سنه وعيد ميلاده كان لسه اول امبارح. قال لك لا، ده بامر من الحكومه الصينيه ان هو يكمل فتح عشان خاطر الشعب الصيني كله بيطالب، عمل مظاهرات ان هو عايز الشوربه بتاعته. تخيلوا يا رجاله من بعد ما كانش حد يعرف عنه حاجه بقى سبحان الله الناس دي كلها وكل السوشيال ميديا جايه عنده هنا، بقى يجيب مساعدين، شغل ناس، بقى هو ما عندوش وقت ان هو عمنا موده ان هو يتكلم مع الناس، فجايبين المساعدين يتكلموا مع الميديا مع الصحافه لان هو ما عندوش وقت اصلا يتكلم مع حد. وجايب شوف كام مساعد كام حد هنا يا جماعه ما عندهمش اي حاجه، يعني هم كانوا تحت مش تحت السلم حتى، ما فيش بني ادم يعرف عنهم اي حاجه. وسبحان الخالق رجال الاعمال بقوا يدوا له بالالاف بتاعه الفراخ الطاسه عشان خاطر يعملوا. يقول لك في واحد رجل اعمال اداله 1000 فرخه من 3 ايام، الشركه حاجات البورصه بتاعت الشركه بتاعته في البورصه ارتفعت 10 اضعافها يا رجاله، 10 اضعافها عشان اداله 1000 فرخه. فالناس هنا بقى ترند، اشهر حاجه في ياسين دلوقتي ترند الفراخ ومحل الشوربه ده. يقول لك فراخي طازه 100%، ياخد الفرخه قلعها يظبطها يهيصها ويعملوا بيها احسن شوربه. اهو كل دقيقه شايف اهو، يلا جاب الفرخه اهو هيديله ادي فرخه طازه رايحه تبقى شوربه دلوقتي. شوف في ثانيه راح شد الفرخايه وهياخدها يديها للناس عشان خاطر يبتدوا ان هم يستخدموها. فبيجيبوا الفراخ حيه بتتنطط كده، ينتفوا ريشها زي ما انتم شايفين، يذبحوها ينتفوا ريشها يظبطوها يقطعوها يروقوها ويخلوها، وبعديها الحمد لله سبحانه وتعالى تنزل طازه للناس عشان خاطر يشربوا احسن شوربه واشهر شوربه في كوكب الصين العظيم يا رجاله. الناس بتيجي تحجز ترابيزاتها من الساعة 6 الفجر يا رجالة، 6 الصبح الناس بتنزل تحجز ترابيزاتها هنا عشان خاطر تقعد تتغدى. يعني الساعة دلوقتي 12 الظهر، يقعدوا من 6 الصبح عشان خاطر يلاقوا فرخة، لأن هو بيقول لك كل يوم بينزل فراخ بعدد معين، اللي لحق اللي ما لحقش الفرخه بتنزل في الحله زي ما انتم شايفين كده. وابتدوا ان الناس كلها تيجي من كل حته في الصين عشان خاطر تحجز ترابيزه ليهم هنا يا رجاله في مكان. بصوا المنظر، مكان والله العظيم بيت كحيان ولا كان حد سبحان الله يعرف عنه اي حاجه تماما.
سبحان الخالق يا اخي، ما فيهوش، مش مؤهل لاي حاجه، ولكن بقى يعني الشهره وشويه هتلاقي طبعا فتح مطاعم وفتح محلات وبقت سلسله محلات فراخ وشوربه عمنا مو حبيبي. بصوا الناس والحاجه مش طبيعيه، ما كانش من ولا شيء بقى كل شيء. سبحان الخالق يا اخي والله العظيم. نرجع نقول تاني يرزق من يشاء بغير حساب، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم وناكل شوربه فراخ عمنا مو هنا في كوكب الصين العظيم. الشوربه اللي بقت اشهر شوربه فيك يا عالم. انا بدوق، بصوا وانا بدوق الشوربه، كل الناس واقفين مستنيين حجاجوفيتش يدي رايه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. 100 100 الشوربه 100 100 يعني تمام. طبعا مش زي شوربه امي، ولكن شوربتهم كويسين. ناخد اللي بعده بقى، ندوق ايه؟ ندوق رجل الفرخه للدبوس. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. وناكل بايدنا اليمين. يلا بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فاهمين؟ الفرخة تمام 100 100 100 100 شوربة عمنا مو بتاعت الفراخ هنا، شوربة فراخ عمنا مو 100 100 ايوه بقى. بيقول لك اليافطه دي هي اللي خلت المحل ده مشهور جدا جدا جدا. ليه؟ عشان خاطر مكتوب هنا حاجات غريبه وعجيبه بالصيني، منها انك انت اول ما تاكل الفراخ بتاعته هيجي لك اسهال وهيجي لك بطنك هتبقى يعني معرفش بقى، هيجي لك وجع ولازم تدخل الحمام وبتاع، لكن بيقول لك ده صحي 100%. So what's written? So here's a written tips that is mentioned that everyone, if you come in this, if you eat this chicken soup, maybe you will feel like you want to go to restaurant. It's very common in phenomenon. شايفين؟ بيقول لك اي واحد بيجي ياكل هنا من شوربه الفراخ دي لازم يدخل حمام بعديها. ده شعور عادي جدا انك انت هتلاقي بطنك بتهيص كده وعايز تدخل الحمام. It's verified that a lot of moisture or there is something bad or poison in your body. After like eating this soup, your body will reduce the points and keep clean and make you healthier. بيقول لك ما تخافش خالص، الاسهال ده مفيد للصحه و100 100 لانه هو هيتنزل كل السموم وكل الحاجات اللي في بطنك، لان الشوربه دي معموله بالاعشاب الطبيه الصينيه مع الفراخ الطازه. فما تخافش لما يجي لك اسهال، اعرف ان هي ان شاء الله مش هتطول معاك، ان هي بس بتغسل لك جسمك من جوه تماما. حتى حمام المطعم اي كلام يعني. سبحان الله، الحمام اهو داخلينه ما كانش حد يتوقع ان هيجي كل الناس دي. فده الحمام، حته حنفيه، حته خرم قاعده بلدي اهي تمام، وده الحمام يا رجاله. وحته عملوا طبعا المناديل دي لان ما كانش حد اصلا يعني، كان المطعم ده لا يهش ولا ينش. محل شوربه فراخ يا رجاله والله العظيم يعني. شغلت كل البشر ده، كل دول، كل الكافيهات دي، كل الناس دي جايه عشان خاطر هلو كل دول شغالين على قفا الراجل بتاع الشوربه اللي هو حته مفيش يعني. سبحان الله، ما كانش حد والله العظيم ما حد في العالم يعرف عنه ولا يسمع عنه من اقل من اسبوع. مفيش بني ادم. دلوقتي بقى كل الصين جايه. بص الناس كله جاي، حتى بتوع العصير كله شغال على قفاه قراده. بصوا الناس جايين بالموتوسيكلات عن طريق الصين كلها، جايين مرحله من الصين من اقصى بلاد الصين عشان خاطر يشربوا الشوربه بتاعته. يقول لك شوربه تغير الدنيا، تظبط الدنيا. حبايبي تغير لك حياتك كلها. كل دول شغالين على قفا الراجل ده يا رجاله. سبحان الخالق. سامعين بتقول لك قبل كده كانت الدنيا فاضيه. مفيش بني ادم قبل كده، مفيش بني ادم. دلوقتي كل العالم عايز بس ياخد له شفطه من شوربه الراجل العظيم مو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. شفتوا ازاي ان بجد يرزق من يشاء بغير حساب. واحد من ولا حاجه، واحد جه عمل له، واحد مشهور جدا جه عمل له فيديو بقى كل الصين عارفاه، الناس بتجيله من كل حته في اسيا والعالم في اقل من اسبوع بقى مليونير. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير. تابعونا صفحاتنا الرسميه على الفيسبوك، يوتيوب، انستجرام، تيك توك. حجاجوفيتش ايوه كده. تلاقونا اجمد لايك، اصيع كومنت واحلى شير عشان خاطر الفيديو يوصل لاكتر عدد ممكن حول العالم. كان معاكم احمد حجاجوفيتش من كوكب الصين العظيم، قدام محل شوربه الفراخ بتاعه العم او المعلم مو. اشوفكم على خير باذن الله في حته ثانيه كتيره جدا. سلام ماي فريند. شكرا جزيلا. ويلكم تو تشاينا. نو بروبلم. ربنا يخليكم لك مرحبا بكم كلكم في الصين. السلام عليكم. السلام عليكم. شكرا جزيلا يا عمو.